وائل غنيم اتجنن يا جدعان، لا مش بهزر معاك، انا بكلمك بجد. فتح انستجرام بالصدفه واكتشفت ان قائد ثوره 25 يناير فتح لايف. قلت اما ادخل اشوف بيقول ايه، والحمد لله كان بدايه القصيده كفر. جايب عدة المخدرات بتاعته وقاعد بيرول عشان يعرف يفوق للكلام، وكل ما يحس انه هيغمى عليه يقوم يعمل اي حاجة ويرجع تاني يشرب في مخدرات. طب اقنعني ازاي، وايه السبب اللي خلاه كده وحابب نفسه بالوضع ده؟ طب منين بتقول ملاك ومنين بتقول شيطان؟ هيطلع واحد محنك يقول لي دي حرية يا معلم. هقول لك لا، في الحالات دي ما بتتحسبش كده يا صاحبي. يا اسطى ما بتحسبش كده. بعيد عن ان قانون بلدك صنف الاشياء دي على انها ممنوعات، وفي كتاب الله بيقول ان اي شيء يذهب العقل فهو حرام، مع احترامي لكل اللي قلته. بس بما انك واحد كل ما تطلع لايف تقول انا عملت الثوره وانا رئيس منكم وكنت بالمفروض ابقى مكان ده ومكان ده ومكان ده، المفروض تكون قائد ما تفتحش عقول الشباب الجديد على حاجه زي دي. واكيد في بعض الاشخاص شايفينك قدوه، فاحب اقول لك ان دلوقتي الشباب دي منهاره، واذا بوليتم فاستتروا يا معلم. بعد كده مش يهدى، لا يهجر بالمعصيه ويفتح فيديوهات جنسي ليه وهو نايم مع واحده، والواحده دي مش اي واحده، دي واحده اجنبيه كمان، وقاعد مبسوط قوي وبيفرج الفانز لدرجه ان اللايف بعد ما كان 800 وصل لل 2000، وما بقاش وائل غنيم، ده بقى صاحب شركه بورنو هوب. وبعد كده قال لك هي جت عليا، ما خالد يوسف عمل كده، هو اقل مني ولا ايه؟ خالد يوسف يا فاجر. الفيديو اللي في التليفون اتغير وشغل قرآن كريم وقعد ماسك المصحف وفي ايده جوان الحشيش. صدقتوني بقى يا جدعان لما قلت انه اتجنن بجد. بالنسبه للسيجاره نحطها في تيزك. وبرضه نرجع لأول سؤال، ايه السبب اللي خلى وائل غنيم يوصل لكل ده؟ بتجيله لحظة تجلي كده وهو قاعد وبيعلم الفانز بتوعه أصوات الطيور والحيوانات. وبتلاقيه بيجيله تشنجات كده وهو قاعد. لحد ما يبقى وائل الحنين في اللايف ويحب في الفانز بتوعه، بس للأسف بتقلب معاه بفعل عكسي وبيفضل يخرج أصوات في اللايف كده غريبة. وبيرجع يشغل للفانز بتوعه 6 تاني. قال بقى اللايف بدأ يقل لما صبح عليهم شوية وبيعلم الفانز بتوعه ازاي يدوا سبانكات لبعض. معلش انا عارف ان السكريبت مريب وفيه كلام غريب، بس احب اطمنك واقول لك ان المشكلة مش في السكريبت، وانما المشكلة في الشخص ده اللي طول اللايف مش سامح لنا نعمل منه محتوى نضيف. وبعد كده بيتحول لوائل الثوراجي وبيشغل اغنية لرابر سعودي بيحكي فيها عن اللي بيحصل في بلده. وبصراحة كده ما قدرتش اكمل اللايف عشان كنت عايز انام، وعادي يعني يا جدعان، فداية استنوا فيديو جديد وما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة. وموضوع حلقتنا النهاردة يكون خلص، اشوف وشكوا على خير.